الست دي اتظلمت في انها اتربت في بيئه سامه، بيئه كلها عادات وتقاليد ظالمه. زي ما ربنا قال لنا في القران دايما بيجي معظم القرى بتقترن بانها ظالمه، يعني القرى الظالم اهلها، يعني قريه اللي فيها بيكونوا ناس ظلمه. ليه ناس ظلمه؟ لان بيبقوا متربيين على العادات والتقاليد دي وبيشدوا السوسته على بقهم وما بيتكلموش، لان اللي بتتكلم في البيئه دي بيوصموها وبيوصفوها بحاجات بشعه. يعني انا في مره كنت بسمع قصه من القصص دي، ان البنت قايمه بكل اللي عليها وبتخدم حماتها وبتخدم في البيت وكل حاجه، بس ممنوع انها تعمل حاجه في بيتها، ممنوع تلاجتها يكون فيها حاجه، ممنوع عنها الاكل والشرب الا باذن حماتها. ولما استغربت وسالت اترد عليا رد صعقني، يعني رد نزل على دماغي كده زي الصعقه، ومن حد محترم. يعني اترد عليا اصل احنا عينينا مليانه. فهم بيقنعوا البنات دي بان اللي بتتكلم بس في حقوقها دي اللي عينيها فارغه. يعني البنت تفضل تصبر علشان ما تتوصفش انها جايه من بيت جعان او من بيت ما كانش مكفيها، فبالتالي هي جايه غرضها الاول والاخير انها تاكل في البيت اللي هي راحاه. بالنسبه لهم الاكل والشرب دي حاجه قويه جدا وعظيمه جدا، لان دي حاجه ما كانتش في المتداول وما كانتش موجوده قدام الناس دي. فعلشان كده الست دي بالنسبه لها الاندومي والشيبسي ده حاجه عظيمه جدا وقمه انواع الطرف، لان هي الست نفسها ما اتطرفتش، يعني ما شافتش الترفيه ده وما شافتش البغدده والدلع والكلام ده كله، ان هي متربيه على انها اداه بيتم استخدامها، بس بيتم استخدامها بقى سواء في شغل البيت او بيتم استخدامها مع جوزها زي ما هو عايز. علشان كده الولد لما مراته كانت تعبانه اتحط في دماغه ان هو يقدر يعمل فيها اي حاجه، لان الست دي بعدم الوعي اللي عندها للاسف ربت مجرم. هما الستات دي، ودي مش اول قضيه ولا اخر قضيه عشان تبقوا عارفين، طول ما الوعي ما انتشرش وطول ما الناس دي عايشه في القوقعه اللي هم عايشين فيها وعايشين في الجهل وعدم الانسانيه، هم ما يعرفوش يعني ايه انسانيه، ما يعرفوش ان ربنا عز وجل نفسه قال لنا ان ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، يعني انت وجوزك ليكوا عند بعض زي ما ليكوا على بعض. هما ما تربوش على كده، هما تربوا على ان البنت اداه بيتم استخدامها بكل انواع الطرق، يعني عشان تبقوا عارفين. بس في حاجات الست دي كيوت بالنسبه لقصص كتير جدا انا سمعتها وبالنسبه لحالات كتير جدا. طيب هل ده حاجه المفروض احنا نتكسف منها؟ لا، دي حاجه ما ينفعش نتكسف منها، دي حاجه لازم نعترف ان هي موجوده، علشان لما نرفع راسنا من التراب وما ندفنهاش زي النعام لما بيدفنوا راسهم في التراب ويعملوا نفسهم مش شايفين اللي بيحصل. مطلوب مننا نرفع راسنا ونقول دي مشكله عندنا، طب ايه حل المشكله؟ نقدر نحلها